شايفين الفرخة دي من شهر 4 اللي فات، ديت بقالها سنة وبتبيض. بقالها ملاحظين ان هي بقالها كام يوم بتخس، بقالها زي اسبوع بتخس. طب بتخس ليه وهي بتبيض كويسة؟ بس اليومين دول مبقاش شكلها ما بقتش تبيض. بصوا عاملة ازاي، مش تعبانة، مش عندها كوكسيديا، بتاكل وبتشرب عادي ومفيش مشكلة، بس بتخس، جسمها ضعف خالص. طب هي محتاجة فيتامينات ومحتاجة حاجة؟ لا، هي مش محتاجة حاجة شكلها، بس المشكلة عندها ان هي شكلها البيض عندها متراكم من جوه ومش مش عارفة تبيضه. طب ايه الاسباب ده؟ ممكن يكون جالها سخونية وتأثر على عنقود البيض، وعشان كده مش قادرة تبيض. دلوقتي ذبحنا الفرخة زي ما انتوا شايفينها، مفيهاش اي مشكلة فيها. بصوا عنقود البيض بتاعها، بصوا ناشف ازاي. هي كده بصوا اهو، هي كده لو كنت جبت لها فيتامينات، عملنا لها اي فيتامينات، جبنا لها اي كالسيوم اي بتاع كده، خلاص هي انتجها في البيت، كفاءتها انتهت. دي ايش عرفك ان هي مش نقص كالسيوم؟ لا، لان هي اصلا ما بتعرقش البيضه، وكانت بتبيضها بقشرها، فهي كده كفاءتها في البيض انتهت. يعني اللي هي سنه زي اي واحده مصري يجي سنها معين وما تحملش، فيقطع مثلا عندها الحمل يقطع عندها الحمل. فهي بصوا كده مفيش اي مشكله عندها. احنا كنا المفروض ذبحناها من شهر او شهرين، ما تكملش السنه ونذبحوها، كنا عاملين السبن بدلها. بس احنا طبعا كنا عاملين السبن من شهر 4 وهي معاهم، فهي ديت كانت نقول 2 متبقين مع في نفس سنها كده، فالتانيين برضو لسه كويسين. ممكن انا اليومين دول اذبحهم برضو بدل ما يعملوا برضو زيها كده. بس بصوا ما فيش اي مشكله فيها. بصوا ده بس ايه كفايه ايه، ولا كنت حتى فيتامينات ولا حاجه كانت هتاثر فيها، ولا اجيب علاج ولا اي حاجه، كده خلاص كفايتها كده انتهت، واخدنا الفيتامينات اللي في جسمها كلها، ولا كانت هيحوق فيها تاني.